هنتكلم عن رمز من رموز العسكرية المصرية، ورمز من رموز حرب أكتوبر المجيد، وأحد القادة العسكريين، وأحد القادة المحترمة العظيمة اللي جت مصر. هنتكلم عن رمز توفى زي النهاردة. مين هو يا ترى مين بقى هو؟ هنتكلم عن رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق الجميل المحترم الوطني، سعد الدين الشاذلي. الفريق سعد الدين الشاذلي يعد واحد من قيادات حرب أكتوبر سنة 1973. الفريق سعد الدين الشاذلي قائد عسكري مصري، شغل العديد من المناصب: رئيس أركان حرب القوات المسلحة في الفترة ما بين يوم 16 مايو عام 1971 وحتى يوم 13 ديسمبر 1973، ومؤسس وقائد أول فريق لسلاح المظلات في مصر، وأمين عام مساعد جامعة الدول العربية للشؤون العسكرية، وسفير سابق لمصر لدى إنجلترا والبرتغال، ومحلل عسكري. وهو ينتمي لمركز بسيون محافظة الغربية، في دلتا النيل، واتولد في يوم 1 إبريل في عام 1922، ووالده كان من أحد الأعيان هناك. التحق بمدرسة بسيون الابتدائية التي كانت تبعد عن قريته حوالي 6 كيلو مترات، وثم أكمل الابتدائية، وانتقل والده للعيش في القاهرة، وكان عمره وقتها 11 سنة، وأتم مراحل الإعدادية والثانوية في مدارس القاهرة. ويعتبر الفريق الشاذلي من أهم رموز العسكرية والرموز العربية. رحم الله الفريق سعد الدين الشاذلي في يوم ذكرى وفاته. الفريق الشاذلي يعتبر من أهم رموز العسكرية العربية، وكانوا يصفوه بالرأس المدبرة للهجوم الناجح المصري على خطوط الدفاع للعدو أثناء حرب. هنا نرى الفريق سعد الدين الشاذلي وسط ميدان الجبهة، وهنا بالزي العسكري، وهنا صورة يظهر أمامنا وبجواره الرئيس الراحل البطل محمد أنور السادات، وهنا أيضا صورة له تجمعه مع الرئيس محمد أنور السادات والمشير أحمد إسماعيل والفريق محمد عبد الغني الجمصي. وهنا يظهر على أمامنا بجوار آخر ملوك مصر الملك فاروق، هو حواليه الدايرة. وهنا صورة له ولأسرته، وأيضا صورته هو والرئيس الراحل محمد أنور السادات. وهنا صورته في غرفة عمليات القوات المسلحة. دي طبعا كانت آخر الصور ليه، ودي صورته وهو في المظلات. رحم الله الفريق سعد الدين الشاذلي. رحم الله الفريق سعد الدين الشاذلي